السلام عليكم. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده بقى فيديو حلو جدا باذن الله يعجبكم. هنعمل افكار كده حلوه جدا للاكل كده، وحاجات لللانش بوكس بتاع المدرسه. هو يعني فكره تنفع لكل الاوقات، للغدا ولللانش بوكس والكله. وهنتنشط كده شويه في المطبخ، نغسل مع بعض المواعين، نعمل حاجات كده تنشطنا كده. وكمان هنعمل افكار كده حلوة علشان نوفر برضو في المسحوق بتاع الغسيل. يعني بصوا فيديو كده متنوع في كل حاجة بإذن الله ينشطكم ويعجبكم بإذن الله. واديني اهو بحاول كده ان انا ايه اكون متواجدة معاكم على طول، ما غيبش عليكم يعني. شكرا جدا جدا على كل الناس اللي عملت لي كومنتات حلوة ولايكات على اخر فيديوهين بعد ما كنت غايبة بقالي كتير. بحبكم قوي، ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما. اول حاجه كده، اول ما صحيت كده بحب اطلع كده اللبن علشان احطه كده على النار يفك شويه. انا اللبن اللي بيكون موجود بعمل منه، سواء لبن يعني مثلا بخيره اللي هو المعلب او جهينة او اي حاجه، او لبن بلدي عادي. بس مؤخرا بقيت احب اللبن البلدي كده في القهوه ديت، بقى حلو قوي. بلقم كده قهوتي اول ما بصحى علشان اقدر اتعرف على الواقع اللي حواليا. واول حاجه طبعا بعملها بشغل الغسالة علشان ايه؟ بيبقى عندي كل يوم غسيل، وما بحبش اكوم عليا غسيل، سواء هيتنشر بياخد وقت في النشير او هيتطبق. هحكي لكم بقى اثناء الفيديو كده عن انجازات ولادي اثناء ما انا بنشر. يعني وصلنا لمرحله ان احنا نرمي المشابك من البلكونه. قلت بقى افرحكم يعني. آه، هنا بقى كنت شايله الفرش بتاع الانتريه. انا زي ما قلت لكم الشقه عندي مقلوبه شويه، ان انا كنت بوضب اوضه ولادي يعني. فتحسوا الشقه مهرجان مهرجان، اوضه واحده بتتوضب، الشقه كلها مهرجان. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اظبط كده الدنيا في كل مكان. فيعني اللي هو ايه، بحاول اسيطر شويه على البيت. هو انا الحمد لله خلصت. انا الفيديوهات دي ان شاء الله هنزلها لكم ورا بعضها كده، علشان تشوفوا كده المراحل اللي انا عملتها وتبقوا معايا برضو. النهارده بقى قلت ايه، بعد ما حطيت كده شلت الفرش كده بتاع الانتريه. الفرش ده كنت بحطه كده يعني، كنت مفصلاه من زمان بصراحه، فبطلعه كده لما تكون الدنيا قلبان عندي بيحمي الانتريه شويه. فطبعا كان اتوسخ فشيلته وغسلته. قلت انفض الانتريه تنفيضه كويسه كده وهرجع احطه تاني. قلت مش هعمل كده ايه، مش هفرش بقى الفرش اللي هو اللي ببقى مظبطه الاوضه قوي الا لما اكون هعمل تنظيفات للشقه كلها، بحيث افرش الشقه كلها مع بعضها. هنا بقى تعالوا نعمل احنا اخر الشهر بقى وما عندناش مثلا ايه حاجات في الفريزر قوي. الحاجات اللي عندنا خلصت، فكان عندي صدر فرخة كده، نص صدر كمان. يعني الصدر بيبقى فصين، ده فص واحد. مسكته كده غسلته كويس قوي وقطعته، صفيته من المية واحطه كده في الكبة. ده اول حاجة. بعد كده هنزل عليه بشوية توابل. لو عندك توابل شاورما حطي منها معلقة مع ملح وفلفل اسود. ما عندكيش هتحطي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، مكعب مرق، ملح وفلفل اسود. بس على كده هو ده. هنحطه كده مع الفراخ ونبتدي ندي الفراخ ضربة كويسة. انا طبعا عندي الكبة الكبيرة، بس بما اني كسلانة حبيتش انزلها، حطها في ضرفة من فوق. بس يعني بستسهل ديت. فطبعا انت لو تعملي كمية يستحسن تعملي في الكبة الكبيرة. وعندي كمان مفرمة لحمة برضو يستحسن ان انت تعملي فيها علشان الفراخ تتفرم معاكي فرم ناعم. دي بقى بطاطساية مسلوقة، بس هي البطاطساية جت كبيرة شوية فانا ما حطيتهاش كلها. دي بطاطساية مسلوقة هحطها كده مع الفراخ، وهبتدي ان انا اضربهم. هقول لكم برضك على التكات اللي تعملوها تطلع معاكم الوصفة باحلى نتيجة. ده مثلا 4 معالق بقسماط ناعم، بس برضك انا ما حطيتهمش كلهم، حطيت 3 معالق بس. يبقى المقدار ايه؟ صدر فرخة، نص صدر فرخة، فص واحد، بطاطساية مسلوقة تكون بحجم متوسط، 3 معالق بقسماط ناعم او فيجيتار او كيس فيجيتار اللي هو بيبقى عند السوبر ماركت. بعد كده فرمت بقى كل ده ناعم كويس قوي. وبعد كده هبتدي ان انا انزله كده من السكينة بتاعت الكبة. وخلي بالكم لان انا اتعورت. هنزل كده بالمقدار بتاعي في بولة. الغلطة بقى اللي انتوا ما تقعوش فيها ان انتوا تهرسوا البطاطس الاول او تدوها
هرسة بالشوكة اول لما تتسلق هتبقى معاكوا عاملة زي المعجون، فلما تيجوا تضربوها مع الفراخ يعني مش هتبان. انا الصراحة سلقتها وسبتها، ما كنتش عارفة اعملها في وقتها، فتحسوها نشفت سيكة، يعني حتى مهما تهرسيها تحسيها ناشفة سيكة. فطبعا الغلطة اللي انتوا ما تقعوش فيها هي دي. كنت بقى بحب اعمل بالجوانتي يعني، بس ما عرفتش الجوانتي بهدلني، فقلت ايديا نظيفة وقلت اما اعمل بايدي. هنا بقى جبت ايه، انا بعمل ايه اصلا، بعمل اللي هو الناجتس بطريقة حلوة جدا، ودي الطريقة يعتبر الاصلية بتاعته، موفرة قوي وحلوة وبتعمل معاكي ضعف الكمية. حطيت كده شوية زيت في ايديا، وهبتدي ان انا اخد كده زي كور كده من العجينة بتاعتي، وابتدي ان انا اظبطها بقى مدورة مطولة. ان شاء الله يا رب اصابع تكون تخينة شوية اللي انت عايزاه، بس انا بحب اعملها بشكل الناجتس بتاع بره. طبعا في الوقت ده بتكوني مجهزة مثلا خليط لبن وبيض، ممكن لبن بس، ممكن مية ساقعة زي ما انا بعمل كده. انا حبيت اعملها لكم بأوفر طريقة علشان تبقى نتيجتها حلوة ومضمونة يعني، وتكون نتيجتها برضو إلى حد ما موفرة. لو حابين تطلعوا بأحلى نتيجة، حطوا العجينة اللي احنا عملناها دي شوية في الفريزر. أول ما تعملوها هتشمع معاكوا كده شوية، وتيجوا تشتغلوا فيها هتلاقوها ماسكة نفسها. بس انا طبعا علشان بشتغل في المطبخ والاضاءة عندي جامدة والجو حر، فتحسوا ايه الحاجة بتبقى ما يعني سايبة مني سنة. انا دلوقتي عملت ايه، بعملها كده على شكل زي ايه، زي مستطيل، وليه يعني زي، بصوا زي ما انتوا شايفين زي قطعة الناجتس الجاهزة، مستطيلة شوية وليها بوز كده. ممكن تعملوها بطريقة مربعة، ممكن تفردوا كل الخليط على كيس جوه، يعني بين كيسين، وتفردوه كده بالمردنة او اللي هي النشابة، وتبتدوا تقطعوه بالسكينة. دي طريقة سهلة جدا جدا، هبقى اعملها معاكم ان شاء الله المرة الجاية. بس انا عملت معاكم الطريقة البدائية العادية علشان تشوفوا معايا ايه الحاجة بتفاصيلها. بنزل كده في مية ساقعة، المية لو بردت منك غيريها وحطي مية ساقعة بتكون متلجة جدا جدا علشان تعمل معاكي كفر حلو. بنزل كده في الدقيق الاول، بعد كده بنزل في ميه ساقعه، برجع احط هو الكريسب ده او كورن فليكس يكون مطحون، وبرجع انزل تاني. لو انت عايزه تعملي لها فول كفر او كفر شديد يعني يكون طبقتين، نزليها مرتين في الميه الساقعه وحطيها في اللي هو الكورن فليكس المطحون او اللي هو الكريسب ده. كيس بقى على صينية، ورصي بقى الكمية بتاعتك كلها ودخليها الفريزر، هتبقى معاكي متجمدة جدا. عايزة اقول لكم الكمية دي الصدر ده عمل معايا 11 قطعة. انا كمان مش عاملة بطريقة متساوية، يعني في قطع صغيرة شوية وفي قطع كبيرة. لو انتي فردتيها بين كيسين وقطعتيها هتطلع معاكي مثلا قولي 15 قطعة من الناجتس الصغير شوية اللي احنا بنبقى شاريينه في علبة ده. طبعا حاجة موفرة وحلوة قوي، وولادك هيفرحوا بيها. بنتي كانت فرحانة بيه جدا وطعمه تحفة. انا قليت قطعة علشان اعرف بقى الطعم هيبقى عامل ازاي، انا اول مرة اعمله على فكرة. وقليت قطعة علشان وانا بسجل لكم الفيديو اقول لكم الطعم ايه. الطعم تحفة، طعم التوابل باين قوي. ولادك مش هيفرقوه عن بره. اهتمي بالتوابل وانتي بتعمليه علشان يطلع طعمه زي بره، ولو قلت لهم ان ده من بره مش هيعرفوه. ف يعني اهتمي بالتوابل شوية وظبطيه كده، هيطلع معاكي طعمه حلو قوي. تقدري بدل البطاطس تقدري تحطي كام قطعة توست شايلة الحرف منهم وبلاهم في مية سخنة، تصفيهم وتحطيهم، هيطلع برضك معاكي نتيجته حلوة جدا، ممكن فينو كمان. بس كده خلصت بقى، ودخلت الناجتس بتاعي في الفريزر عشان يتجمد شوية. وقلت كده لما لمع كده الرخامة عندي علشان اتبهدلت فتافيت، ودخلت خدت استراحة طويلة شوية. كنا كده على اخر النهار، قلت ايه لما اعمل بقى الناجتس بتاعي كده عشان اصوره معاكم واحطه كده على وجبتين، على حسب بقى العدد الافراد الاسرة عندك. هتعملي مثلا 5 قطع 6 قطع، كل واحد قطعتين زي ما انتي حابة وزي ما انتي عايزة. تقدري كمان الوصفة ديت تعمليها في اللانش بوكس يعني. هنحط فراخ في اللانش بوكس. على فكرة الجبنة واللانشون والبسطرمة والجبنة الرومي والحاجات والمربى والحلاوة، الحاجات اللي احنا اصلا كنا بنحطها في اللانش بوكس بقت غالية جدا.
يعني بقت قريبة من سعر الفراخ والكفتة والبانيه والحاجات دي. فلما تحطي فلوسك في حاجة زي كده احسن بكتير ما تحطيها في لانشون انت مش عارفة طعمه حلو، يعني طعمه بيبقى حلو انت مش عارفة مصدره ايه. جبنة الرومي مش عارفة بكام. لا انا عندي تجيبي مثلا لو ربع كيلو بانيه بدل نفس قريب من سعر او اقل من سعر ربع كيلو الجبنة الرومي، اقل بكتير، وتعمليه على 3 4 مرات لولادك في اللانش بوكس احلى بكتير ما تجيبي جبنة رومي، ولا تجيبي لانشون مش عارفة حلواني بكام، ولا تجيبي يعني بصراحة الجبن والحاجات بتاعة المدارس او اللانش بوكس بقت اسعار مبالغ فيها. فطبعا انتي اتصرفي وحاولي ان انتي تظبطي كده ولادك، لان اغلبيتنا هيودي المدرسة. فكل يوم هتبقي محتارة. ان شاء الله في فيديو باذن الله هنزله لكم معجنات بقى المدارس واللانش بوكس. اعذروني ان انا بسجل بسرعة لان انا مثبتة ولادي في حتة عشان اسجل لكم الفيديو. تعالوا بقى احكي لكم على الانجازات اللي هما بيعملوها. اولا الاسبوع ده اتعلمنا حاجة جديدة، ان احنا نرمي المشابك. انا عندي البلكونة زي ما انتوا عارفين اللي هي القلل ديت اللي هي مفتحة. وانا بنشر طبعا بيبقوا معايا اتعلموا ان هم يرموا المشابك من الفتحات بتاعة البلكونة. دي انجازات ابني، يعني معايا بقى اخته اللي هي توأمه بتعمل زيه في كل حاجة. فطبعا بقعد اصوت كده وايه في اثناء ما انا بنشر. الحاجة التانية، انا بقول لكم كده عشان تاخدوا بالكم جدا، وعشان تعرفوا قد ايه فعلا فعلا الامهات بتعاني، يعني الامهات اللي زي حالاتي كده. كسرنا ازاز ترابيزة الانتريه. دي انجازات الاسبوع ده. وقعنا التربو. انا عندي التربو البصل والثوم شايله منه البصل والثوم، حاطه فيه اكياس وحاطه فيه حاجات كده خفيفه اللي في مواعين الحاجات ديت. بيوقعوه من مكانه، يعني بيبعتروا الحاجات اللي فيه وقعوه من مكانه. فاللهم لك الحمد يعني. كل مدى بنتطور كده في مراحل جديدة. خلوا بالكم جدا جدا من ولادكم. انا بصوا شغلي الشاغل اليومين دول او الفترة دي ان انا 90% من وقتي قاعدة بيهم، قاعدة قدامهم عشان ما يعملوش حاجة، ما يشدوش حاجة خطر، ما يعملوش حاجة. بقول الحاجة هتتعمل وهتتعوض، لكن بعد شهر لو حصل لهم حاجة مش هقدر اعمل لهم حاجة او مش هعوضهم. فاللهم لك الحمد، يعني ربنا يهديهم ويحفظهم ليا على قد تعبي فيهم برحمة ربنا والله وفضله. انا فعلا عديت مراحل كتير قوي الحمد لله. فاللهم لك الحمد كده. قولولي عاملين ايه في القرارات الجديدة وموضوع المدارس الجديد. انا عايزة اعيط، عندي تانية ابتدائي ولازم نروح. كانت الدروس مشكلتها شوية بتتحل ان بابا بيوديها، بس المدرسة بقى مش عارفة اعمل ايه. مرحلة الصبح ديت محدش هيبقى موجود معايا، فالحمد لله معايا ربنا يعني. فمش عارفة هعمل ايه، هودي ازاي. ان شاء الله احاول بقى اتفق مع باص يعني او عربية مثلا نشترك فيها انا وكذا حد وتروح، لان المدرسة بعيدة عليا بيتركب لها مواصلات يعني. فبس الحمد لله. قلت كده ايه ان شاء الله الاوضه هتعجبكم قوي على فكره. ان شاء الله هنزل لكم كده التوضيبات اللي هي المحدوده قوي اللي انا عرفت اصورها، لان انا حرفيا في الوقت ده ما كنتش بفكر في اي حاجه ولا تصوير ولا اي حاجه غير ان انا اخلص، يعني عارفين عايزه اخلص الاوضه من اللي كانوا ولادي عاملينه والشقه والمهرجان اللي كانت فيه. فانا كنت عايزه اخلص باي طريقه، فما كانش في دماغي خالص تماما ان انا اصور. بس انا صورت مقتطفات كده بسيطه جدا، اللي هو ايه بيفور وافتر، فاهمين اللي هو قبل وبعد. ان شاء الله انزلها لكم بقى ايه في الفيديوهات اللي جايه كده، ونفرش بقى مع بعض الاوضه ونظبط كده، وهنعمل افكار حلوه للدولاب. بما اننا داخلين بقى على يعني قربنا شويه على الشتاء يعني وكده، ورص الدولاب والشتوي والصيفي وكده. ان شاء الله ايه نعمل مع بعض باذن الله الرص يعني الدولاب وافكار حلوه. هنا بقى خلصت المواعين، وزي ما بقول لكم ان انا ايه بحاول ان انا اسيطر على الى حد ما على الشقه وعلى على المطبخ شويه. في حاجه قدامي هتتعمل بعملها. الكلام ده بقى كان بالليل، عارفين اللي هو عايزه احافظ. انا بغسل الحوض غسيل كده اللي هو ايه روتيني شويه، مش زي ما انا بعمله بالتفاصيل. بس عشان انا عايزه احافظ شويه، مش عايزه كل الدنيا تبقى هايصه معايا.
بس كده. لوجي كانت بتقول لكم باي باي. عايزه تمسي عليكم يعني. بتقولي ماما ينفع اقول باي؟ قلت لها قولي حبيبتي باي. بس كده غسلت بقى الحوض، وكنت جايبه بقى مسحوق وحاجات كده بتاعت المنظفات كانت خلصانه عندي. قلت كده لما ايه اعملها معاكم واقول لكم بالمره على الافكار. انا شاركتها معاكم كذا مره، بس الناس الجديده اللي دخلت عندي لسه يمكن ما شافتهاش. هنا بقى كنت جايبه اوكسي، وكنت جايبه شويه منظفات الاساسيه جدا البسيطه. اوكسي على وفير على مسحوق سايب وسلك مواعين الحاجات ديت. انا بحب ايه ده بيكفيني الشهر كله وممكن اكتر من شهر، يعني على حسب بيقعد معايا شهر ونص، ممكن والله بيوصل لشهرين. علشان انا بجيب جنبه مسحوق اللي هو قصدي صابون عادي للتويلت وكده، للاحواض والتويلت والارض والكلام ده. ولو بغسل سجاد بغسل مشاية حاجة بغسل منه، لكن ده بخليه المواعين فقط. هنا بقى ده اوكسي اللي هو الكيلو، وده سلك مواعين ناعم. واللي جايبه مسحوق بودر كده بجيب نص كيلو الحاجات ديت. الاوكسي ده بيكفيني الشهر الحمد لله. آه والسلك بيقعد معايا اكتر من شهر طبعا. يعني بصوا شوية حاجات ما بين شهرين شهر لشهرين. بس هي حاجات بسيطة، ولو احنا بنوفر كده وبناخد بالنا من الحاجة وبنعمل بحكمة وبنستخدم بحكمة هتكفيكي عادي. بحب ايه اعمل ايه، بجيب العلبة زي كده. عفوا. وبجيب كده الاوكسي بتاعي دوت اللي هو بحط الاول الاوكسي العادي، وبعد كده بحط المسحوق البودر في النص، وبعد كده بحط بقية الاوكسي. ليه؟ علشان لما اجي اقلب يبقى سهل عليا، ما يكونش ده تحت قوي وده فوق قوي. بفضي كده الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وببتدي ان انا ايه اقلب كده بمعلقة خشب او بظهر ظهر معلقة خشب او باي خشبة عندك تكوني مش بتستعمليها. هقلب كده زي ما انتوا شايفين عشان كده المسحوق ايه يندمج معاه. كنت بحط على الخليط دوت شوية ملح ليمون. سمعت انه غلط على الغسالات. شوية بيكربونات سمعت برضو انه هو غلط على الغسالة، او ممكن يتحط مرة واحدة مش في كل غسلة. كنت بحط 2 كلوروكس باودر، كان بتبقى النتيجة تحفة. بس طبعا اعتقد ان الكلوروكس مقاطعة، فما بقيتش اجيبه من زمان قوي. فبكتفي بقى باي مثلا مزيل بقع او اي حاجة بجيبها تانية. والحمد لله على كده بيبقى مسحوق حلو جدا وبينضف معايا. لو عايزه المسحوق ينضف معاكي املي الغساله الاول وبعد كده حطي المسحوق واديها لفه، هيدوب معاكي. بعد كده حطي الغسيل، لكن ما تحطيش ترمي الغسيل وفوق المسحوق بيكلكع في حته واحده، وممكن يبقع كمان لو المسحوق مش احسن حاجه، ما بيبقاش حلو معاكي. هنا بقى دي افكار كده ايه يعني بسيطة جدا. السلك الناس اللي بتستخدمه، في ناس كتير بتسيبه زي ما هو كده، لا قطعيه كده في شنطة يبقى جميل معاكي وسهل جدا في استعماله. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.